السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل معاكم ان شاء الله مطبخ حلو حادق، وصفة المسقعة باللحمة المفرومة. معانا في المقادير هنا 2 كيلو بتنجان مقطعينهم بالشكل ده حلقات وقليناهم، ومعانا بطاطس برضو قطعناها حلقات، بس طبعا عشان الحلقة كبيرة قسمناهم نصين وقليناهم، ومعانا ربع لحمة مفرومة عصجناه، ومعانا فلفل رومي حلقات برضو عملناه بالشكل ده وقليناه وجهزناه. طبعا احنا عصجنا اللحمه المفرومه بالطريقه العاديه خالص، بصلتين قليناهم في شويه زيت، واول ما دبلوا نزلنا عليهم بربع لحمه مفرومه وشويه فلفل الوان من اللي احنا مفرزينه، وملح وفلفل اسمر، وسبناها لما اتعصجت وطفينا عليها. وفي طبعا صلصه هنحطها على الوش، بس ايه هنوريها لكم بس اخر الفيديو. هننزل كده هنرصص البتنجان اللي احنا قليناه حلقات كده. طبعا احنا قطعناه وقشرناه من القشر بتاعه خالص، انا ما بحبش فيه قشر، وسبته في شويه ملح في الشمس شويه، واول ما نزل الميه بتاعته غسلته، وحطينا معلقتين نشا في الزيت زي ما انا عملته معاكم قبل كده عشان ما يشربش زيت معانا، وقليناه وركناه بالمنظر ده. وبعد كده البطاطس برضو هننزل البتنجان يا حبايبي حلقات كده في الصينيه. هنعمل رق بتنجان. طبعا هنقفل الصينيه طبعا في اول طبقه كده بالبتنجان المقلي كده زي ما انتم شايفين. احنا عملنا طبعا صلصه عاديه خالص، ضربنا طماطم في الخلاط وبفصين توم، كام فص توم كده قليناهم في الزيت، حمرناهم في شويه زيت صغيرين، ونزلنا عليهم بالطماطم، وحطينا كمون وملح وشويه كزبره ناشفه، وسبناها اما اتعصجت، بس ما تبقاش تقيله قوي عشان هنحطها على وش المسقعه. ماشي، ده كل اللي عملناه طبعا. فانا اختصارا لكل الوقت ده عملت كل الحاجات دي وجبتها لكم جاهزه عشان خاطر ايه، كلها حاجات بسيطه. نزلنا بطبقه البتنجان، ونزلنا بطبقه فلفل رومي من اللي هو متقطع حلقات، ونزلنا بحلقات بطاطس زي ما حضراتكم شايفين كده. هي ايه هتبقى ايه، طبقتين، طبقه من تحت من كل نوع، واللحمه المفرومه في النص، وبعد كده ايه بقيه الطبقات من فوق، وبعد كده الصلصه على الوش اللي انا قلت لكم عليها دي. ظبطنا كده البطاطس كده زي ما حضراتكم شايفين كده، ما نخليش فيها فوارق خالص. والله يا جماعه كانت بتبقى طعمه جدا وكانت روعه. جربوها، وبربع لحمه مفرومه ما فيهاش اي مشاكل. اللحمه المفرومه تعصيجها سهل جدا زي اي لحمه مفرومه انتوا بتعصجوها. والصلصه اللي عملناها بالثوم وبالملح والكمون والكزبره، وحطينا عليها شويه فلفل الوان كده من اللي احنا مفرزينهم مع بعض في القناه. ما شاء الله. طبعا الربع مفروم اتحط عليه بصلتين، فادونا ايه كميه حلوه زي ما انتم شايفين كده. هننزلها في النص كده بقى بعد ما نزلنا برق البطاطس اخر حاجه، بتنجان وفلفل رومي، وبعد كده رق بطاطس اخر حاجه، وظبطنا اللحمه كده في النص. الصينيه دي تنفع تتعمل كمان في عزايم يا جماعه، بتبقى جميله جدا وشيك جدا، بتبقى حلوه، وبتبقى صنف جنب اي عزومه، بتبقى جميله جدا. بعد كده نرجع برضو نحط تاني بتنجان زي ما حضراتكم شايفين كده. عاوزين بقى تحطوا البطاطس الاول البتنجان الاول، ده حاجه ترجع لكم. ماشي، دي حاجه ترجع لكم انتوا، فكل واحد بيحط ايه على حسب ما هو ايه عاوز برغبته. عاوزين تحطوا فلفل حامي برضو في قلبها برضو مفيش مشاكل، بس عشان خاطر متبقاش حامي قوي على المعده. فانا ايه جبت ربع فلفل رومي وقطعته حلقات وحطيته برضو ايه زي ما انتوا شايفين. وطبعا انتوا عارفين طبعا معلقتين النشا في الزيت ما بيخلوش البتنجان يشرب زيت خالص يا جماعه، وانا عملته معاكم في القناه قبل كده ووريته لكم. ماشي كده، ظبطنا البتنجان تاني في تاني طبقه. هننزل تاني ببطاطس تاني طبقه برضو. طبعا البطاطس برضو متحمره مش نيه. ويا رب لو وصفة المسقعة دي عجبتكم يا جماعة ما تنسوش تدعموني بالاشتراك والشير ولايك للقناة. ومتشكرة جدا لكل تعليقاتكم الجميلة وكلامكم وتشجيعكم، اخواتي وحبايبي كل كلامكم على راسي والله. كل حبايبي واخواتي اللي معايا في القناة، في مصر وخارج مصر والله العظيم. شكرا جدا لتعليقاتكم الجميلة. وبعد كده هننزل بفلفل فوق الوش كده، هنظبطه كده على الوش. ده بقى اخر حاجة في الطبقة التانية. ماشي، وبعد كده هننزل يا جماعه بالصلصه اللي انا قلت لكم عليها. هي فصين توم بنحمرهم في شويه زيت، وبعد كده بننزل عليهم بشويه طماطم يا دوب بس يغطوا الوش ويدوا طراوه للمسقعه والحاجات اللي احنا حطيناها تحت دي.
ماشي يا جماعة، بيبقى طعمها رائع جدا وجوسي وجميلة جدا. بننزل بقى بالصلصة زي ما انتم شايفين كده، بنظبطها على وش الصينية، وطبعا بتتاكل بعيش بلدي وجنبها بقى اي شوية مخلل كده، مش محتاجة اي حاجة جنبها لو هي اكلة رئيسية. خطيرة خطيرة. وبندخلها الفرن بقى في ارضية الفرن من تحت، لحد بس يا دوب بس ما هي ايه تتسبك مع بعضها كده. وبعد كده اول ما نحس كده انها ايه يعني اتغلغلت مع بعضها، متاخدش 10 دقايق ولا حاجة، نطلعها على الوش والشاي يحمر، لان كل حاجة فيها مستوية. وبعد كده بنقدمها بألف هنا وشفا، وبتبقى جميلة جدا، وهتشوفوها دلوقتي بعد ما تخرج من الفرن. ما قعدناهاش ربع ساعة وطلعناها، يا دوب بس الحاجة تتسبك مع بعضها في أرضية الفرن، وبعد كده نطلعها في الشواية زي ما انتم شايفين كده. وهي كده كنا خلصناها، وهنغرفها مع بعض. خطيرة خطيرة يا جماعة. واللحمة المفرومة بقى مع البطاطس والبتنجان حاجة عظمة. بألف هنا وشفا حبايبي على قلوبكم، وإن شاء الله تجربوها تعجبكم. حاجة جميلة جدا، تاكل بعيش بلدي بقى تحفة، ومش مكلفة والله يا جماعة. يعني ربع لحمة مفروم مش مكلف برضو، مع شوية الحاجات دي. عندنا البطاطس، عندنا البتنجان، عندنا الفلفل، وأكلة جميلة جدا. وبرضو فيها بروتين ومغذية وحلوة، وبتأكل برضو في نفس الوقت، لأن الواحد مش عارف يعمل أكل ايه صراحة، والناس بقت حيرانة. الحمد لله، اللهم بارك، زدها نعمة يا رب. فبرضو اهي بنفكر كده. كنا غرفناها اهي، وكانت لسه سخنة، وبألف هنا وشفا. تنسونيش بقى في اشتراك وشير ولايك للقناة، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. وكده كنا خلصنا صينية المسقعة باللحمة المفرومة. خطيرة اهو، قرن الفلفل اللي انا حطاه على الوش ده. ويا رب تكون الوصفة عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.